تمام يا هندسة، مبروك، ألف مبروك يا حبيبي. أوكي تمام، يلا باي باي. مين يا مستر طول؟ في إيه يعني؟ ده مين؟ عميل معانا اسمه ويندر وود، ده بيشتغل في WBC أو بديل الخشب، وده نوع من أنواع سيرفيس الديكور. عموما أي عميل معانا بيشتغل في المجال ده أو في مجال التشطيب دايما بنحاول نعرفه إنك مش بتنجح في الماركتنج بتاعك بإنك تحقق مبيعات أو تعاقدات من أول شهر، وأكبر دليل هو ويندر وود. الراجل ده جالنا اتعاقد معانا، حطينا بلان، صورنا محتوى، عملنا سوشيال ميديا وعملنا ادز وكونتنت وكل حاجه، ولكن في اول شهر صرفنا ماركتنج كتير جدا او صرفنا ادز كتير جدا، وجاله داتا كبيره جدا من عملاء انترستنج، واخر الشهر قال لي انا ما عملتش ولا بيع. ليه يا باشا، ايه اللي حصل؟ بس قال لي لا، كل الناس سالت، عملت معاينات، رحت بصيت، عملت، ولكن ما حصلش اي مبيعات. فقلت له تمام، احنا كده كده لازم بنحط كوارتر 3 شهور في مجال التشطيبات والديكور، والحمد لله عندنا خبره كبيره في ده، وصدقني من الشهر الثاني او الثالث بيحصل فرق كبير جدا وبيبدا يحصل فعلا مبيعات. فعلا من الشهر الثاني خلصنا الشهر خلاص النهارده، وبدانا هندخل في الشهر الثالث مع بعض. فهو كان بيكلمني عشان يقول لي ان الحمد لله عملوا اكتر من 5 تعاقد من الداتا اللي حصلت في الشهر الاولاني. عموما احنا في توميديا عندنا خبره كبيره في اداره الماركتنج لشركات التشطيب والديكور، واي حد بيقدم سيرفيس ثمنها غالي، ولكن مهم تبقى عندك صبر ونعمل خطه تسويقيه ناجحه. لو عندك بيزنس ديكور او تشطيبات ابقى كلمنا واحنا هنفيدك.